السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي، بإذن الله بنتابع مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب بايبيت، كتاب المعاصر، وكمان الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات. بإذن الله اللي يحب يتابع هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة ومترتبة في قوائم. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الليسنس الدرسين الأول والتاني من يونت 9 من الوحدة التاسعة من كتاب جيم للعام الدراسي الجديد 2026 الترم الثاني. نحل مع بعض صفحة 120 وصفحة 121. أول سؤال بيقول لي listen to the text، استمع للنص and answer وأجيب the following questions على الأسئلة التالية. بيجيب لي نص بستمع لنص الاستماع كويس جدا، وبعد كده ببدأ إن أنا أجاوب على الأسئلة اللي عندي. listen to me، اسمعوني كده. النص بتاعنا بيقول حازم is very hungry today. حازم جائع جدا اليوم. he wants to make a big فلافل sandwich. كان عايز إن هو يعمل سندوتش فلافل كبير. first أولا he gets some hot bread. أحضر بعض من الخبز الساخن from the kitchen من المطبخ. next بعد كده he puts 4 فلافل balls، يعني وضع كده 4 كرات من الفلافل inside the bread بداخل الخبز. he adds fresh green salad، وأضاف السلطة الخضراء الطازجة and red tomatoes، والطماطم اللي هي الحمراء. finally وأخيرا he puts some tahini، ووضع بعض من الطحينة on top في الأعلى. it tastes very yummy، طعمه أو مذاقه لذيذ جدا. حازم loves eating this healthy food. حازم بيحب تناول هذا الطعام الصحي for his breakfast، لوجبة الإفطار every single morning، لكل صباح. عندي هنا أول سؤال بيقول لي هنا حازم makes a burger sandwich، يعني حازم عمل ساندوتش برجر. طبعا الكلام ده فولس، خطأ. رقم 2 he puts tahini on top of the food، يعني وضع كده صوص الطحينة أو الطحينة على الوجه كده أو في الأعلى بتاع السندوتش. طبعا ترو صحيح، حط كده على وش السندوتش، ترو صحيح. بعد كده بيقول لي هنا listen again، استمع مرة تانية and complete وكمل. حازم gets some hot نقط from the kitchen. حازم أحضر بعض من الساخن من المطبخ. طبعا بعض من بريد اللي هو الخبز، يبقى رقم 1 بريد الخبز. رقم 2 هي بوتس، هو وضع نقط فلافل بولز، كم من الكرات بتاعت الفلافل in the sandwich، في الساندوتش. طبعا وضع 4، يبقى 4. رقم 5 he eats this food، هو بيتناول هذا الطعام for his نقط every morning، بيتناول هذا الطعام طبعا لوجبة breakfast، لوجبة الإفطار breakfast. لوجبة breakfast، لوجبة الإفطار. بعد كده بيقول هنا choose، اختر the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. my sister always adds، يعني أختي دايما بتضيف of sugar to her tea، بتضيف من السكر على her tea، على الشاي بتاعها. طبعا بتضيف spoonful، يعني ملء معلقة كده أو ملعقة من السكر، بتضيفها على الشاي بتاعها، يبقى spoonful ملء ملء ملعقة. رقم 2 ذا فلافل ساندوتش الفلافل was so كان جدا. طبعا was so كان was so كرانش، يعني مقرمش جدا، يبقى كرانشي يعني مقرمش. مش هقول سترونج قوي ولا ويك ضعيف ولا ليكويد سائل، هقول مقرمش عشان اوصف بيه الأكل. رقم 3 to make a healthy meal، عشان ان انت تعمل وجبة صحية you should use fresh، ينبغي عليك ان انت تستخدم طازج like cucumbers زي الخيار، tomatoes الطماطم and lettuce وكمان الخس. طبعا انت تستخدم الخضروات الطازجة، الخضروات اللي هي vegetables، دي كلها خضروات طازجة، يبقى vegetables الخضروات. رقم 4 the ice on the lake، التلج اللي هو في البحيرة is too thin، بيكون نحيف جدا. to walk on safely، إن أنت تمشي عليه بأمان، يعني رقيق أو نحيف جدا رفيع. كلمة thin يعني نحيف
is the antonym of العكس منها ايه؟ عكس كلمة thin اللي هي كلمة ايه؟ عكسها thick يعني سميك. بالعكس منها thick يعني ايه؟ يعني سميك. بعد كده كلمات وأنظفها داخل الفراغات أو النقاط اللي عندنا. يقول لي هنا read and complete the text. اقرأ وكمل النص with words باستخدام الكلمات in the box من داخل إطار. pour يعني يصب أو يسكب vegetables الخضروات. spoonful ملء ملعقة spoon الملعقة. cucumbers الخيار. يقول لي salad is a great dish يعني السلطة بتكون طبق رائع because it has many vitamins لأن بتحتوي على كتير من الفيتامينات. you can cut different fresh نقط تقدر انت تقطع ايه الطازج المختلف into small pieces لقطع صغيرة. طبعا الخضروات الطازجة يبقى رقم واحد هنا هنقطع الخضروات الايه الطازجة vegetables الخضروات يبقى رقم واحد vegetables. vegetables الايه الخضروات. بعد كده I like to chop بحب إن أنا أقطع red tomatoes الطماطم الحمراء and green نقط for my bowl للبولة بتاعتي أو في البولة بتاعتي. يبقى بحب إن أنا أقطع الطماطم وأقطع إيه كمان أخضر for my bowl. طبعا اللي هي إيه تاني ممكن نقول هنا اللي هو أخضر اللي هو cucumber اللي هو الخيار. يبقى رقم 2 cucumber cucumber اللي هو الإيه الخيار. بعد كده بعد كده you can انت تقدر نقط some olive oil تعمل ايه لبعض من زيت الزيتون and vinegar والخل on top. تبدأ بقى تحط كده على الوش زيت الزيتون والخل. يبقى تصب او تسكب اللي هي pour يصب او يسكب. يبقى رقم 3 pour يصب او ايه او يسكب. بعد كده you don't need fork انت مش محتاج شوكة. you can use a big نقط to mix it انت ممكن تستخدم ايه عشان تخلطها بشكل جيد. طبعا انت ممكن تستخدم مش محتاج شوكة يبقى ممكن تستخدم ايه تستخدم سبون تستخدم الملعقة يبقى سبون تستخدم الايه الملعقة. بعد كده eating fresh salad تناول السلطة الطازجة helps your body بيساعد جسمك grow إن هو يكبر and feel very good ويشعر بإن هو جيد جدا. بعد كده عندي سؤال rewrite عادي الكتابة. بيقول لي هنا آدم got a colorful kite يعني آدم حصل على طائرة ورقية ملونة. عايزة أقول آدمز يبقى عايزة هنا بقى أستخدم للملكية. يبقى إيه اللي ملك الآدم؟ طائرة ورقية ملونة. يبقى هنقول هنا آدمز كايت الطائرة بتاعت آدم is colorful ملونة. يبقى آدمز كايت is colorful الطائرة الورقية بتاعت آدم بتكون إيه؟ ملونة. يبقى هنقول هنا Adam's kite Adam's kite الطائرة الورقية بتاعة آدم بتكون إيه ملونة. يبقى هنقول هنا is colorful is colorful. بعد كده the dresses of the woman الفساتين للسيدة are very bright بتكون ساطعة ولامعة جدا. عايزين نقول women's يبقى women's ايه بقى اللي بتمتلكه اللي هي dresses الفساتين. يبقى هنقول the woman's dresses فساتين السيدة أو الامرأة دي are very bright بتكون ساطعة جدا. يبقى the woman's dresses the woman's dresses فساتين النساء. يبقى هنا النساء جمع بقى the women's dresses the woman طبعا ده جمع من الجموع الايه
الجموع الشاذة، عشان كده بحط لها apostrophe اس الملكية. يبقى the women's dresses فساتين النساء are very bright are very bright بتكون ساطعة جدا. بعد كده the door handle المقبض بتاع الباب is cold بيكون بارد and made of metal بيكون كمان مصنوع من الايه؟ مصنوع من المعدن. عايزة اقول of يبقى ايه؟ مقبض الباب. يبقى عايزة اقول بدل ايه the door handle اللي هو المقبض بتاع الباب، عايزة اقول بقى المقبض بتاع الباب يبقى the handle of the door the handle of the door the handle of the door المقبض بتاع الباب is cold بيكون بارد is cold بيكون بارد and وأكمل بقى made of metal made of metal أكمل هنا كده. رقم 4 that black jacket هذا الجاكيت اللي لونه أسود belongs to سامح بيخص سامح. عايزة أقول سامح يبقى الجاكيت بتاع سامح. يبقى هنقول هنا إيه؟ هنقول هنا that black jacket هذا الجاكيت اللي لونه أسود بيكون إيه؟ ملك لسامح يبقى is سامح. ده بيخص إيه؟ بيخص سامح. يبقى هنقول هنا that black jacket هذا الجاكيت اللي لونه أسود is سامح يعني إيه؟ بيكون ملك لسامح أو بيخص إيه؟ بيخص سامح. بعد كده عندي بيقول لي complete أكمل the following dialogue الحوار التالي. هالة likes a big cheese pizza هالة بتحب البيتزا الجبنة الكبيرة. هنا الحوار ما بين رامز وهالة. رامز بيقول لها what is your favorite food إيه طعامك المفضل to eat إن أنت تاكليه for dinner وجبة العشاء. قالت له my نقط food is pizza. طبعا my favorite food is pizza الطعام المفضل بالنسبة لي هو البيتزا يبقى favorite مفضل. my favorite food. رامز هنا يقول لها why do you prefer pizza هالة ليه بتفضليها. هالة قالت نقط it's tasty عايز يقول يعني أو عايزة تقوله لأن هي بتكون لذيذة يبقى because it's tasty because لأن. رقم 3 أو رامز بقى بيقول what نقط what نقط are there on the pizza. هنا قالت له it has tomatoes طماطم يعني بتحتوي على الطماطم and green peppers والفلفل الايه الأخضر. عايز طبعا الطماطم والفلفل الأخضر دي مقادير يبقى what ingredients إيه المقادير are there on the pizza إيه المقادير اللي بتكون موجودة على البيتزا يبقى كلمة ingredients اللي هي المقادير ingredients ingredients. هنا حازم بيقول نقط usually makes this pizza for you مين يعني اللي عادة بيعمل لك البيتزا دي؟ قلت my mom مامتي makes it for us بتعملها لنا on Fridays أيام الإيه؟ الجمعة. يبقى عايزة أسأل من للعاقل يعني إيه؟ يعني هو. من للعاقل هو. عندي بعد كده عايز أكتب عن your favorite sandwich الساندوتش المفضل بالنسبة لك وده طبعا هتلاقوا أهم باراجرافات موجودة بإذن الله على القناة. عندي دلوقتي كمان أسئلة الإيه؟ أسئلة التحدي
عندي هنا برضو جايب لي سؤال rewrite the ears of the rabbit، يعني أذنا الأرنب are long بتكون طويلة and very fun ومضحكة جدا. عايزة أقول rabbits، يبقى هنقول هنا إيه the rabbit's ears، يعني أذن أو أذنا الأرنب. the rabbit's ear هنقول هنا the rabbit's ear أذنا الأرنب، هنقول are long and very funny. the rabbit's ear the rabbit's ears أذنا الأرنب are long بتكون طويلة and very funny ومضحكة جدا. رقم 2 The house has a wide roof، المنزل له السطح بتاعه واسع. عايزة أقول هنا of، يبقى the house has a wide roof نتكلم عن roof، يبقى سطح المنزل بيكون واسع، يبقى the roof of the house is wide. the roof of the house is wide. the roof of للملكية the house the roof of the house يعني سطح المنزل is wide بيكون إيه؟ بيكون واسع. بعد كده رقم 3 the pencils الأقلام الرصاص on the table اللي على الترابيزة belong to بتخص the students الطلاب بتاعة الطلاب. عايزة أقول هنا students بقى للجمع ملك للطلاب. إيه بقى اللي ملك للطلاب؟ الأقلام، يبقى بعدها هتيجي الأقلام، يبقى the students pencils، يبقى الأقلام الرصاص اللي هي بتاعة الطلاب are on the table بتكون على الترابيزة، يبقى the students pencils the students يبقى جايبها لي جمع the students زي ما هو طالبها كده بالظبط مني. the students pencils الأقلام الرصاص بتاعة الطلاب are on the table بتكون على الترابيزة. بيقول هنا رقم 4 The house of Mr. طاهر المنزل اللي هو ملك مستر طاهر is in New Cairo بيكون في القاهرة الجديدة. عايزة أقول إيه؟ مستر طاهرز، طبعا إيه اللي ملك مستر طاهر؟ اللي هو المنزل، يبقى مستر طاهرز house منزل مستر طاهر is in New Cairo بيكون في القاهرة الجديدة. يبقى نقول هنا يبدأ بقى زي ما هو جايبها لي كده مستر طاهر، حط بصرف اس الملكية، يبقى مستر طاهر's house منزله is in New Cairo في القاهرة الجديدة is in نيو كايرو بيكون في القاهرة الجديدة. كده حبايب خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا، يا رب ينال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التفوق الدائم بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.